هنعمل شاورما لحمة مصرية أصيلة بتتبيلة مميزة جدا وتجنن تجنن تجنن. ريحتها وطعمها تهبل، لازم تجربوها. عندي لحمة مقطعاها شرايح رفيعة خالص زي ما انت شايفة كده. كل ما كانت اللحمة شرايح رفيعة كل ما هتطلع معاكي زي بتاعت بره بالظبط وتطلع جميلة جدا. هتبلها بقى ببصلة، هبشرها واخد المية بتاعتها بس، وعليهم معلقتين كبار من الخل الابيض، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون، ومعلقتين كبار من الزبادي او كوباية زبادي صغيرة او لبن رايب. التوابل بتاعتي عبارة عن معلقة صغيرة من الكزبرة والملح والفلفل الاسود والبابريكا والبهارات والثوم البودر. خلاص كده هخلط بقى كل المكونات كويس جدا مع بعض لحد ما يمتزجوا زي كده تماما. هغطيها بقى بستريتش راب وهدخلها التلاجة لمدة ساعتين على الأقل. ويا سلام بقى لو انت عملتيها من بالليل بقى واللحمة تشرب التتبيلة بالمظبوط. بعد ما عدى الوقت بقى جبت الطاسة بتاعتي، حطيت فيها معلقتين من الزيت. لو عندك بقى ليا اللي هي بتديها طعم الضاني، بشرت الليا وحطيتها ونزلت عليها بعد ما ساحت بقى خالص على النار. طبعا كل ده على النار. نزلت عليها باللحمة اللي احنا متبلينها وهفضل اقلب فيها على النار لحد ما تستوي. هي اخدت معايا بالظبط على النار حوالي ربع ساعة. كانت فيها استوت وكانت العصارة بتاعتها موجودة فيها، ما كانتش نشفت، وهتشوفيها دلوقتي ازاي. طبعا اول ما بتحطيها بتنزل السوائل بتاعتها وتحس انها فيها شوربة كتيرة كده. كل ده هنفضل سايبينها على النار عادي زي ما هي. شايفة الشرايح الرفيعة في التسوية بتبقى جميلة، شكلها جميل، وبتبقى بترفع بقى كمان، يعني بترفع وتكش كده تبقى كأنك مقطعاها من على سيخ. هنا تمام، السوائل بتاعتها قلت وانا عايزة كده بالطريقة دي. هحط بقى عليها بصلاية وسط مقطعاها جوانح رفيعة وهقلبهم مع بعض على النار. هنا هي البصل مش هيقعد كتير على النار، يدوب احنا بس عايزينه يدبل وفي نفس الوقت سوائل فيها ما تنشفش. الريحة هنا تجنن جدا يا بنات، وطعمها هتعجبكم جدا بجد، لازم تجربوها. هقطع بقى عندي كزبرة، لا مش كزبرة، بقدونس. قطعت عليها بقدونس. طبعا الكزبرة هتديها طعم مختلف، هتغير طعمها، فالبقدونس تقطعي عليها يعني حوالي نص كوباية من البقدونس كده. ولو عندك طماطم قطعي طماطم شرايح صغيرة وحطيها، بس انا مش بحب فيها الطماطم، مع ان احنا دايما لما بنشتريها بيبقى فيها طماطم، بس انا مش بحب فيها الطماطم. خلاص بقت جاهزة معايا بقى هنا خالص تماما، مش عايزة اي حاجة تانية. هجيب الكايزر بتاعي بقى كده وهخليه يشرب من التتبيلة بتاعتها، وتعملي منها احلى سندوتشات. اللي عايز منها بقى ياكل سندوتشات او اللي عايز ياكلها فرط كده، تعملي جنبها مكرونة، بس طبعا هي ألذ حاجة في السندوتشات. تجنن. لو مش مشتركة في قناتي انزلي اشتركي عشان يوصلك كل فيديوهاتي وتقولي لي رأيك في وصفاتي. الطعم رهيب رهيب رهيب. لازم تجربوها. بس كده وصفتنا خلصت. استنوني في وصفات تانية مجرباها مظبوطة جدا 100% من غير اي غلطات وتنجح معاكي من اول مرة. بس ما تنسيش اشتركي في قناتي وتقولي لي رأيك في الوصفات وتقولي بتشوفينا منين.